يسعد اوقاتكم من وين ما كنتوا عم تتابعوني. بتمنى يا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير. ويلا نبلش بهذا الفيديو. اليوم انا شغلت الروبوت اللي بيكنس وبيمسح. ميزة هذا الروبوت انه هو بيكنس، بيمسح، وبيروح على الشاحنة تبعه، والشاحنة تبعه في أو فينا نقول عنها هي المحطة عبارة عن الشاحنة، عبارة عن المحطة ككل. فيها سطلين، سطل مي نعبي فيه مي نظيفة، وسطل تاني بضله فاضي، لأن الروبوت كل ما بيمشي له كم مساحة معينة بيرجع على المحطة تبعه، بيروح وبينظف الممسحة بالمي النظيفة. فالسطل الثاني اللي تركناه فاضي راح تروح المي اللي استعملها هو هونيك بقلب السطل. فهيدا الروبوت عن جد كتير حلو، هو روبوروك، اخر اصدار من روبوروك. ممتاز، انا كتير حبيته، والحلو فيه انه كتير بيهون علينا. هلا الاصدار القديم عندي اياه كمان. قبل كان لازم انه كل شوي بيفضى خزان المي، والخزان المي لازم كل شوي نحن نعبيه. بس هيدا اللي عاملين جديد، عاملين بالمحطة تبعه سطل مي كبير. فهو يعني بيضاين لنوعا ما أكتر من القديم. والحلو فيه كمان إنه الممسحة هو منه فيه بيروح بكنسة، وبيشفط منها كل الأوساخ اللي لقطها من الأرضيات، وبيرجع بيسحب مي وبينظفها، وكمان بينشفها. فهيدي كتير طريقة حلوة. هداك الإصدار القديم ما كان يعمل هيك، كان لازم الممسحة أنا شيلها، بغسلها شوي تحت المي، وارجع ركب له اياها لحتى يكفي البرميل تبعه. وكمان هيدي ما في داعي بعد كل مرة تشغلوا الروبوت لازم تروحوا وتجيبوا الممسحة تفكوها وتحطوا ممسحة جديدة. لا، ما في داعي. هي هيدا أنا صار لي مشتريته تقريبا 3 أشهر، وبعده على نفس الممسحة. ليه؟ عشان قلت لكم هو فيه النظام الجديد انه هو بينظفها، وكمان بروح بجففها وبيعقمها. فهو رح يعطيني بعدين إشارة، بس الممسحة صار بدها تغيير، هو رح يعطيني إشارة عكس الروبوت القديم. طيب مادام الروبوت كنس لي ومسح لي، انا بهيدا الوقت رحت وعملت اشياء تانية. كان واقف علي شغل على البيت فخلصتها. بعد ما خلصت ما بقي عندي كتير وقت، فقلت يلا لأعمل شي سريع للولاد، قربوا يوصلوا من المدرسة، وشو هو أسرع شي؟ يلا نعمل معكرونة. هيدي المعكرونة كتير بيحبوها الولاد. على فكرة أولادي كتير بيحبوا أنواع المعكرونة بكل أشكالها وبكل أنواعها بيحبوها. فلما نكون محتارة وما بعرف شو بدي أعمل لهم أكل، بطلع هالمعكرونة وبعمل لهم وصفة. والحلو فيها إن هي بتستوي دغري، بدها 12 دقيقة بتكون استوت. وكمان للوقت اللي هيك لما تكون ست البيت عندها شغل كتير أو ما ملحقة، فالمعكرونة وجبة يعني بحبوها الكل، وكمان سريعة. هون بلشت تغلي، انا بحط لها بمية السلق، بحط لها ملح بحسها بتطلع ألذ، وبحطها بطنجرة يعني انه شوي اكبر من حجم المعكرونة عشان انه تاخد راحتها لحتى تكبر. ويعني بس تغلي بلش المي تقلب، فهي المعكرونة كمان انه تتضاعف حجمها وبتاخد راحتها. احلى ما انه تكون مكبتلة وبيطلعوا مكبتلين على بعض، والمعكرونة بتحسوها انه ما استوت منيح. فبتركهم بس ليغلوا. واليوم رح استعمل صلصة جاهزة، انا كمان بجيبها جاهزة. هي كتير طيبة. هو بقلبها الحبق، بقلبها البندورة، بقلبها الاعشاب، وكمان بتحسوها انه مغلية كتير وقت طويل على الغاز، فبتحسوا بالنكهة. فانا كتير بجرب صلصات جاهزه للمعكرونه، بس هيدي فعلا حسيتها اطيب شيء، عشان مثل ما قلت لكم حسيتها انه كانه عن جد طابخينها لوقت مده طويله على الغاز، لحتى تحسوا انه مطبوخه الصلصه. هي مش انه مواد محطوطه مع بعض وخلص، لا، تحسوا انه هي بقلبها كل هالنكهات، ونفس الوقت انه غاليينه ومطبوخه لوقت اطول. فهون عم تغلي معنا المي،
وتركت لكم الكاميرا عم تصور وانا كنت عم بروح وبعمل وخلص شغلي اللي باقي علي. هيك بكسب الوقت ما بيروح علي، منه الغدا عم جهزه ومنه انا بخلص شو عندي شغل بخلصه وبشيله عن ظهري. هيدي الام بتحسوها مثل الاخطبوط، بكل مطرح بتلاقوا إلى ايد، فكل شوي برجع وبطلع عليهم للمعكرونه بضلني اقلب فيهم تقليبه وشوف اذا لزقوا ببعضهم. فهي التقليبه كل شوي هيدي منيحه على المعكرونه لحتى يفكوا عن بعض. وحسب هلا مدة الاستواء للمعكرونة كل واحد شو بحبها. هي على المغلف تبع المعكرونة كاتبين 8 دقايق ل10 دقايق، أنا بحس بدها 12 دقيقة لربع ساعة. الأولاد ما بيحبوا المعكرونة بتكون هيك تقرض. هلا الناس هي المعكرونة أصلا إنه ما تكون كتير مهترية، بتكون إنه إلها شوي تقرض، إنه قاسية من جوا. نحنا ما بنحبها، نحنا بنحبها إنه حسب كل وصفة بصراحة، بس أكتر شي لهي الوصفة الولاد بفضلوا إنه تكون المعكرونة كتير طرية، لأن بعدين مع صلصة الطماطم بتحسوها هيك دغري بتنعلك وبتنهضم بسهولة. بعد ما صفيت المعكرونة وتخلصت من ميتها رجعتها بنفس الطنجرة، رشيت عليها رشة زيت زيتون. اول شي عشان الزيت زيتون هون كنكهة بيعطينا نكهة كتير طيبة، انتو بتعرفوا المعكرونة والزيت زيتون يعني اصحاب. وكمان انه هيك ما بيلزقوا مع بعض، فما بدنا كباتيل. وعشان هيدا الزيت زيتون زيت بلدي اصلي من لبنان، فهو كتير كتير طيب، هو لحاله يعني نكهة غير شكل، فعشان هيك انا بكتر له. وهيدي الصلصة اللي عم قلكن عنها، فما في داعي بروح وخليها تغلي على الغاز دغري من هون وحط على المعكرونة مثل ما هي وبتركهم على أخف حرارة لحتى بس إنه هيك شوي تاخد تحمى شوي الصلصة. وكمان خضيتها آخر شي، والبقايا كله حطيته بقلب الطنجرة، يعني خضيتها شوي بمي ونزلت كل البقايا من الصلصة حطيتها بقلب الطنجرة. هلا اذا بتحبوها كتير يعني الصلصة اكتر فحطوا علبتين. انا حسيت كان لازم احط علبة ونص، فلان بعدين بس تشربت المعكرونة الصلصة حسيت لا كان بدي لازم احط لها علبة ونص. فانتوا حسب الطعم اللي بتحبوها اعملوا. هون كان عندي بروكولي وعم شوف انه الولاد بلشوا شوي شوي يقربوا، وكانت هون بدايات نزول الثلج، يعني بعد ما كان معبي الدنيا بس انه كان يدوب شوي عم تشتي علينا ثلج بكل خفة، يعني عم تنقط تنقط. فشوربة البروكلي على فكرة كتير طيبة. أنا بالأول ما كنت كتير أحبها عشان كل مطعم نطلب شوربة بروكلي يكونوا عاملينها مثل شوربة الفطر بيعملوها مع كريمة. أنا بصراحة مرات بتضايق من الكريمة اللي بتكون بالطبخ أو بالشوربة، مش بتضايق انه بمرض منها لا، بس انه بحسها تقيلة مع الهضم. فمرة بالمرات سلفتي اجت وعملت لنا شوربة، فانا قلت لها لا انا ما بدي اكل هالشوربة، ما بحب الشوربة الفطر والهيدي عشان الكريمة. قالت لي لا ما انا كمان ما بعملها بالكريمة، انا بعملها بدون، بس هي بنحط لها كريمة. فلما ندقتها وعن جد كتير عجبتني وصرت اعتمدها خلص انه هاي شوربة البروكولي. هلا هي الشوربة الوصفة الأصلية بدها تحطوا لها شوية كريمة مثل الفطر، بس أنا حتى الفطر بطلت حط كريمة مش كل مرة حسب. فهي كيف انه تجيبوا البروكلي بتقطعوه، بتغسلوهم وبتقطعوهم، وكمان بتحطوا معهم بطاطا، يعني كمية البروكلي وكمية البطاطا لازم يكونوا متساويين. البطاطا كمان رح يعني كطعمة وكمان كنوع خضار رح يكون بقلب الشوربة هيدي. فعم جيب يلا هيدا الاسبوع كتير عم اقشر بطاطا عشان عندي كتير بطاطا وبلشوا يدبلوا، فعشان هيك كل شي اكلة فيها بطاطا عم دغري عم حطها. فعم قشر هون بطاطات، انا بحب البطاطا، اكلة البطاطا كتير طيبة
حتى مرات لما بمل من الأكل وبدي شي جديد بروح بسلق بطاطا مع مي وملح وهيك اكلهم، ومرات برش عليهم شوية كمون ولفهم بالخبز. عن جد كتير طيبة وبتشبع. بتعرفوا هيدي المرات لما الواحد تيجي عليه فترة يبطل يعجبه أكل أو ما له خلق على الأكل ونفس الوقت جوعان، طيب بده يشبع حاله، شو بده يعمل؟ هاي هيك أكلات مناسبة بالنسبة لإلي، هلا حسب كل واحد وذوقه. البطاطا هون هي لو قشرتها رقيقة كنت غسلتها وسلقتها مع القشرة، لأن القشرة كتير طيبة وكمان مفيدة. أنا بحب البطاطا تكون مع قشرة، بس للأسف قلتلكم إنه بلشت البطاطا تحتق وبلشت تدبل، فالقشرة بتحسوها بتصير شوي قاسية ومش خرج، يعني ما بتطلع طيبة بالأكل. فعشان هيك اضطريت اليوم أشرن، وحبيت البطاطا اللي عندي كانوا صغار، فعشان هيك انه عم بين لإلكن انه هي كمية، بس هي مش كمية. عنا البطاطا بأوروبا كتير صغيرة، يعني مرات بيجي حجمها أصغر من البصل. فعكس البلاد العربية البطاطا ما شاء الله، يعني حجم البطاطا بتحسوها ربع كيلو. نحن عنا لا، يعني بيجوا مثل حجارة صغار بس، وكمان سبحان الله لونهم شوي بيختلف وطعمتهم كمان بتختلف. فهون خلصت تقشير البطاطا، فأنا للبصلة هيدي من إضافة من عندي. أنا كل مرة بس أعمل شوربة أو بدي أسلق شي بحط بصل، بحس يعني البصل رح ينزل طعمه على المرقة كتير طيبة، وكمان بتعطي ريحة وخلص. يعني البصل شي كتير طيب بالأكل. هون عم ضبون، عم بتخلص من القشور. هون مثل ما شفتوا قطعتهم قطع وحطيتهم دغري بالطنجرة. هلا عشان البروكلي دغري بيستوي فلازم نقطع البطاطا مكعبات صغيرة، لانه البروكلي على فكرة يعني ما بده يدوب دقايق وخلص، بس البطاطا بتطول. ففرد مرة وهيك انا رح اعملهم يعني شوربة، انه لحتى تكون قطع البطاطا مناسبة لحتى يغرفهم واحد بالملعقة وياكلهم، فيكونوا المكعبات صغيرة مناسبة احسن. فقطعتهم فرد مرة هن ونيين قبل لا اسلقهم، هيك اسهل لي. بعدين بيتسهل علي كل الامور، ما بيبقى علي بس انه ينطبخوا وساعتها اهرسهم بالخلاط. انا كتير بحب بطاطا، كترت كتير بطاطا، حتى شوربة البطاطا هي لحالها كتير طيبة. فاولادي على فكرة ما كانوا كتير يحبوا شوربة البروكلي، بس لما عملت لهم هيدي الطريقة لا اعتمدتها وكتير عجبتني وكتير سهلة ودغري بتستوي. وانه كنوع شوربات انه شي جديد، انه ايه طيبة. يعني انا كتير بعمل شوربة عدس، بعمل شوربة دجاج، بعمل شوربة شعيرية، بعمل شوربة معكرونة، فمتعودين على الشوربات اللي انا بعملهم. فهيدي هلا بروح رحت غسلتهم وحطيتهم على جنب، وهون اكيد نضبضب كل شي من ورانا، ما نخلي شي متروك، كله بينضب ويتنضف. هون بعد ما غسلتهم حطيت لهم مي سخنه، ومثل ما شفتوا حطيت له انا بس بصله، انا بس بدي اياها لحتى النكهه. بتركهم على الغاز، بحط لهم ملح وبحط لهم ماجي او بهارات شوربه، وبس. هي هيدي كل القصة، ما بدها اي تعقيدات، بس نفس الوقت طيبة وكتير بتعطينا نكهة خفيفة، ما بدها كتير تعقيدات. انه بس تطبقوا الخضرة وتتركوها تغلي وخلص، تحطوا لها هالملح وماجي وعلى راحتها. وعلى فكرة دغري بتستوي، يعني خليكن حدا، لان البروكلي دغري رح يغلط. والبطاطا شفتوا نحن قطعناها مكعبات صغيرة، فهي كمان ما رح تطول معنا ودغري رح تستوي. فبس تستوي بعدين تشوفوا الخطوات التانية. بس انه اللي حلو بالشوربات انه واحد يطبقهم ويترك الطنجرة تغلي على رواق، هيدا كتير حلو، يعني كأنه ضفتوا شي للسفرة ما اخد منها كتير مجهود. وبنفس الوقت لهيدا الطقس البارد
يعني احنا هون بألمانيا عم توصل عنا الحرارة بالليل ل 12 تحت الصفر، ومرات عم توصل ل 15 تحت الصفر. فالصبح بكير والمساء فعلا بتضلها باردة عشان الأرض بعدها مجلدة من الليل. فعشان هيك الولاد بينبسطوا فيهم ومنه فيتامينات، وحتى هيك شي بدفي على الغدا. بيجوا الولاد من المدرسة بيكونوا متلجين. إذا الحرارة عنا بالليل 10 تحت الصفر، فبالنهار يكون عنا الحرارة 3 5، فكمان برد كتير. فلما الواحد يفوت على البيت ويشم هيك ريحة طيبة وينحط قدامه صحن شوربة دافي وطيب، أكيد بينبسط. أصلا بحب الشتوية، أنا بحب هيك أجواء الشتوية، شوربة، أينار، شاي أعشاب، معجنات، تدفئة. فكتير حلو هيك شي، يعني بتغير جو، يعني بتعطي ونسة وتعطي حياة للفصول الشتوية. إنه فصل الشتوية عنا كتير طويل بألمانيا، ونهار كتير قصير ومغيم وعتمة. فعشان هيك أمور بتعطينا تسلية، بتعطينا شي إنه ننبسط عليه، نبلش نشتاق لإنه الشتوية ترجعنا من أول وجديد، لنشرب شوربة، لناكل هالأكل المعينة، لندور الدفاية أو التدفئة اللي على الحطب. فهيك أجواء عن جد، جو عائلة، جو شتوي بامتياز. فهون تركتها لحتى تغلي، وهون أنا ما تركتها تغلي على حرارة كتير عالية، تركتها على حرارة وسط عشان ما بدي تفور. هلا الكمية طلعت معي شوي أكبر من ما أنا كنت متوقعة، فالطنجرة هن والطنجرة إجوا على القد، فإذا حطيت لها كتير مي فرح تفور وتغلي وتطرطش الدنيا وتخرب لي منظر الغاز. فعشان هيك عم حطها على حرارة شوي وسط أو أقل من وسط، مثل ما شفتوا هون عم تبقبق وتوطي من لحالها. وكمان من أجواء الشتوية اللي أنا عودت عائلتي عليها، إنه العشاء بيكون أغلبية الوقت إنه اللي بيبقى من الغدا بنسخنه وناكل، خصوصا لما يكون في شوربة. فنحنا بنحمص خبز وناكل شوربة وخبز، يعني أكلة كتير بحبوها. هيك مثل ما قلت لكم، في أجواء وفي أكلات معينة مخصوصة لهيك جو. فإنه حلو الأولاد يتعودوا عليه، لأن تضلوا ذكرى إنه بلش فصل الشتاء، يلا هلأ العشاء أغلبيته يكون شوربة، خبز محمص. يعني بتعرفوا هيك قصص صغيرة بسيطة بس إلها مفعول كتير كبير. هون تقريبا قربت تخلص معي الشوربة، بس كل شوي بحركها شوي. هلا اذا انتو حطيتوها بطنجرة اكبر كانت خلصت معكم على 10 دقايق، ما رح تاخد معكم كتير وقت. بس انا عشان طنجرتي على القد، انا ما كبرت الكمية، فكرت انه ما يعني بزيادة، بس طلعت لا ما شاء الله كترت. فهون شو عمل، رحت شلت تقريبا 3/4 الكمية من الخضار، شلتهم وحطيتهم على جنب. ليه؟ عشان هلأ بدي بلش جيب الخلاط اليدوي واهرسن بقايا الخضار. ليه؟ عشان اذا هرست كل الخضرة رح تصير كتير سميكة. انا بدي اياها خفيفة، وبدي قطع الخضرة ببينوا فيها. فعشان هيك اغلبية الخضرة شلتها وتركت بس الربع. هلا حسب، اذا انتو بتحبوها كلها فانتو كتروا اكتر سوائل وهرسوها كلها. انا بحب اكتر يكون في قطع خضار واخف، تكون الشوربة هيك شوي مثل المي، هيك تكون. انا هيك حبيتها اليوم فعملتها هيك. فاخر شي رحت بعدين دقت لها ناقصها حامض، ناقصها ملح او بهار، بزدلها وبرجع البصلة ما هرستها معهم. ليه؟ عشان انا شخصيا ما بحب البصل المسلوق، بحسه بيعطي على حلا. بس رجعتها بقلب الطنجرة عشان بدي اياها ترجع تغلي بس غلبة مع باقي الخضرة، عشان هيك انه تحسوا تاخد قوام احلى. بس بعد الهرس الشوربة بتاخد قوام احلى وتزبط. فعشان هيك تركتها ما هرستها، بس رجعتها للسلق. وهيدي كانت شربتنا كتير كتير طيبة. وبعد هيدي الأكل الدافي هون عشية، ولنا عم نشوف من الشباك ولا شفنا ما شاء الله بلش التلج ينزل بكترة ومعبي الأرض، يعني بلشت الأرض تتغطى. فأنا ما صبرت، يعني أنا فتحت الباب شفت هالمنظر،
يعني حبيب قلبي، مثل الطفل الصغيرة اللي بيشوف شي وما في ينطر عليه. رحت لبست وظهرت أنا وبنتي، رحنا ظهرنا، نظفنا شوي تلج، شوي لعبنا، صورنا. يعني ما في أحلى من هيك هدوء، إضاءة خفيفة ومع الزينة واللون الأبيض والتلج، يعني صوت التلج. سبحان الله، حتى ريحة الهواء بس ينزل التلج غير. يعني تعرفوا لما نشتي الدنيا وبتشموا ريحة الهواء هيك بيتغير. كمان التلج له ريحة لسه تانية، يعني غير عن لما نتشتي الدنيا. فسبحان الله كل شيء. وهون بلش ينزل التلج بكثافة، يعني صار ينزل أكتر من قبل. فطلعت قلت لكم ما قدرت، مثل الطفل الصغيرة اللي شاف ثلج وما صدق. طلعت ومن كل قلب، من كل قلب بلشت عندي هيدي جرافة يدوية. على السريع بلشت اجرف الثلج وشيله عشان تاني يوم للمدرسة يفيقوا الأولاد. ففيديو اليوم كان خفيف، وإن شاء الله ما كنت طولت عليكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك وسبسكرايب وكومنت، وإن شاء الله بلقاكم مرة تانية.